انطلقنا مع طاروق العلم ترك الفين والشاعر الكبير معتق العياضي. سلام الله على شيخ لفوه من الحضور آلاف. أعتقد أن معتق العياضي ولا أجزم بها أنه مبيت القافية، مبيت الطاروق عشان الموضوع اللي أنتم عارفين في الساحة الشعرية، الألف والفاء لكي يوصل إلى صياف. وأعتقد هو موضوع أبيات متعب المسفري ويبغى يوصل لها بطريقة، وسنرى كيف آلية النقاش. حضور يشرب الدلة قبل ما تبرد الدلة، وهذا الوصف جميل جدا. ومن كثرة الحضور في هذا المحفل يشرب الدلة قبل ما تبرد الدلة، يعني الدلة ما يمديك تبرد إلا الحضور. من كثر الحضور. وهنا وصف جميل من معتق العياضي. هل تتوقع أبو ساري أن جابه في الحفلة؟ أعتقد أن التسليم هذه مبيت، والعلم عند الله. هدمنا غارة الضبع عشان الذئاب تخاف. يقول حارب الكبير يسقط الصغير. ولكن الغارة لا تأتي مع الضبع. تمنيت، لأن غارة كلمة أعتقد أن معتق ما فطن له كلمة الغارة كلمة قوية. فإذا الضبعة سوت غارة هذه مصيبة بالأمانة. ولكن كان يتحدث عن الموضوع في الساحة الشعرية، ولا نجزم بهذا الموضوع. يقول عشان الذئاب تخاف، يعني لا يهاجمنا الذئاب. يعني لو قال مثلا هدمنا غير الغارة أنا ما عجبتني بالأمانة هنا تحديدا، لأنك تكبر من شأن المقصود. ورسالة واضحة للمجتمع كله. أعتقد ما في أصدق من رسالة عبد الله المسعودي. انتقد وهوجم بطريقة يعني نعرفها احنا عشوائية وليس انتقاد هادف، وكلنا نعرفها. فالشاعر الجزل ترد عنه أبياته. فأعتقد أن معتق هنا أراد، يعني ما أنا أعتقد أن معتق تمنيت أنه ما يتطرق للموضوع هذا بالأمانة، ولكن معتق يريد يناقش هذا الموضوع. هلا مرحبا وسلام. هل طالة وهالميقاف؟ ما جبت شيء جديد أنت يا معتق. تحصل واجبك يا ضيف لو حليت في الضيف اللي يحل في حلة سليم بحصل واجبه إجباري، وهذا طبيعي ومن كرم العرب يعني.